طب لو هتلعب سيراميكا يبقى انت كنت خايف من النادي الاهلي. الحكم ده سقط في اختبارين لياقه بدنيه. النادي الاهلي ملوش دعوه بالقصص دي خالص، مفيش اي ردود، مفيش اي تغيير حصل، هو خلاص كده مبقاش حد بيتكلم فيها. لو تلاحظوا محدش فاهم حاجه. طبعا قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم امين. في البدايه كده خليني اقول لك، هو الزمالك هيلعب ماتش سيراميكا ولا هيكمل في طريقه وطلباته اللي بالنسبه له طلبات شرعيه وطلبات قانونيه وطلبات مستني حد يرد عليه فيها؟ لكن لحد اللحظه اللي طالع بكلم فيها حضراتكم دي مفيش اي ردود، مفيش اي تغيير حصل، مفيش حاجه خالص. ماتش القمه زي ما حضراتكم عارفين اتلغى والزمالك انسحب. بيقول لك اعتذر وظروف قهريه ومش عارف ايه. هي مش ظروف قهريه، هو انسحاب من نادي الزمالك. طيب انت منسحب علشان ما تلعبش مباريات الدور الثاني غير لما الاهلي يخلص الدور الاول. طيب المباراه اللي جايه للزمالك اللي هتكون يوم السبت امام سيراميكا كليوباترا ودي من الدور الثاني يا زمالك، هل هتكمل في طريقك ولا هتلعب المباراه؟ طب تعالوا نشوف. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق طبعا طلع وقال لنا ايه؟ قال تصريحات في غايه الاهميه. قال لك ايه هي قضيتك يا حسين يا لبيب؟ طبعا مع احترامي للالقاب الاسامي اللي انا بذكرها، ايه هي قضيتك يا حسين يا لبيب؟ انت لعبت ماتش فاركو ده من الدور الثاني وجاي تلعب الاهلي، قلت لا مش هلعبه. هو عشان فاركو سهل والاهلي صعب، دي اول حاجه قالها. طب قال ايه تاني؟ طب لو هتلعب سيراميكا يبقى انت كنت خايف من النادي الاهلي. لو ما لعبتش سيراميكا يبقى انت مكمل في قضيتك اللي محدش فاهم هي ايه قضيه نادي الزمالك اصلا. يعني انت زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده، انت لو معترض على لعبك للدور الثاني فكنت حضرتك تعترض بدري شويه قبل ما نوصل لمباراه النادي الاهلي. ولكن كل الازمه اللي الزمالك حط نفسه فيها حته مباراه الاهلي، ودي مباراه ديربي، مباراه قمه زي ما كلكم عارفين. فانك تنسحب من المباراه دي وتلعب المباراه اللي بعديها، انا مستني اعرف من حضراتكم دي معناها ايه. تمام؟ ده كده اول موضوع معانا النهارده. الموضوع الثاني سريعا، ما انا ازمات كتير ومشاكل كتير في الكره المصريه. تعالوا نشوف المشكله الثانيه. نادي المقاولين يطلب وبصفه رسميه اعاده لقائه امام نادي بيراميدز. طب حد يقول لي هو ايه اللي حصل في ماتش المقاولين وبيراميدز؟ سؤال حلو. تعال اقول لك. بص يا باشا، المقاولين وبيراميدز الماتش خلص 3-1 لصالح بيراميدز. الحكم اللي حكم المباراه دي الحكم محمد الحنفي. الحكم ده سقط في اختبارين لياقه بدنيه، وبالتالي اللائحه بتقول ان الحكم اللي بيسقط في اختبارات اللياقه البدنيه مرتين متتاليتين يتم ايقافه. ما ينفعش ان هو يحكم مباريات من الاخر. طب هو كان حكم مباراه المقاولين وبيراميدز اللي اتلعبت وخلصت زي ما قلت لكم 3-1. اصبح ان المباراه غير قانونيه، اصبح ان المباراه لازم تتعاد. فالمقاولين ارسل خطابين. اول خطاب زي ما بقول لحضراتكم كده ان بيطلب اعاده المباراه. تاني حاجه بيطلبها ان هو بيلعب 4 العصر، وفي فرق ما لعبتش 4 العصر من الاخر اللي هم النادي الاهلي والزمالك. فبيقول ان كده عدم تكافؤ فرص. انت بتلاعبني انا الساعه 4 العصر في عز الحر الشديد، الموجه الشديده الحاره اللي بتمر على مصر طبعا، وبتلاعب الاهلي والزمالك في وقت اريح شويه الساعه 7. لسه الاتحاد طبعا ما ردش على بيان نادي المقاولون، هنشوف هيحصل ايه. ولكن يعني الكره المصريه اصبحت في حاله من العبث الكروي. طيب نخش بقى في الحاجه اللي مفرحانا وهو النادي الاهلي. النادي الاهلي ملوش دعوه بالقصص دي خالص. النادي الاهلي بيطالب بالحصول على مستحقاته ومصاريفه والسبونسر والرعايه، كل حاجه خاصه بمباراه القمه بيتكفل بدفعها نادي الزمالك. النادي الاهلي مكمل في تدريباته واستعداداته طبعا لمواجهه فاركو يوم الجمعه القادمه باذن الله في 7 مساء. طبعا كولر واللعيبه كلهم مركزين جدا. الحمد لله وسام ابو علي رجع وبيتدرب بقوه وباسلوب كويس جدا في تدريب النادي الاهلي. اللعيبه كلها مركزه. اللعيبه باذن الله باذن الله نتمنى منهم الجديه
والرجولة، مالكوش دعوة بالأحداث اللي بتحصل اللي بتخلي أي حد بيتابع الكورة بيبقى عايز يتابع أي لعبة تانية غير الكورة. ولكن نتمنى إن الأمور تتحسن، نتمنى إن اتحاد الكرة يطلع ويحط قراراته ويرد على كل اللي بيتكلموا على اتحاد الكرة، ويكون ليه رأي ووجهة نظر في كافة الأحداث اللي بتحصل، وكذلك الرابطة. وعلى ذكر الرابطة واتحاد الكرة، هو ليه لحد دلوقتي العقوبات اللي حصلت أو المشاكل أو الأحداث اللي حصلت في مباراة الزمالك والمصري هو خلاص كده ما بقاش حد بيتكلم فيها؟ لو تلاحظوا الموضوع اتنسى، هو الموضوع مات يعني علشان مباراة القمة والقمة اتأجلت وهوبا والزمالك انسحب. فهل ده خلى الموضوع التاني محدش يتكلم فيه؟ دي برضو نقطة وحاجة الصراحة عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، انها حاجة غريبة جدا. فين العقوبات؟ فين ايقاف جوميز لحد دلوقتي واللي حصل منه؟ محدش فاهم حاجة. عموما دي مواضيعنا ودي حلقتنا، نتمنى تكونوا دايما بأفضل صحة وأفضل حال. شكرا ليكم، سلام عليكم.